احنا ما نستاهلك. تعرف قضيه الامام الحسين اليوم قضيه، قلت لك قضيه عقائديه. نعم. وقضيه من اجل الثوره ومن نعم. اجل الظلم. نعم. احنا لحد الان فاهمين القضيه، راح اقول لك يجوز الاغلب نعم. فاهم القضيه ان الامام الحسين كتل هالقد والامام العباس هد، يعني ما فاهمين شنو قضيه ليش خرج الامام الحسين. نعم. خرج على الظلم وخرج على الطغيان. نعم. فانا حزت بداخلي يعني من اشوف مثل اليوم الصغير ما يحترم الكبير. نعم. احنا على نهج الامام علي ونهج الامام الحسين، يعني من تصير مشكله اليوم نشوف الكبير ورا الصغير يركض ما يستطيع عليه ما يعرف ايش قلت. احنا ما نستاهلك الا من تموت. نعم. انت لو عد غيرنا تشبع دلال. الله 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 عليك يا حسين. الناس ما تقدر الجهاد وحتى نيتهم حرام ومو حلال. الاخو يا حسين ما شد ظهر اخوك، فوق ظهره وداحتك حطاله فال. حسين ما شفتك قلت هض ضد اخوك، ولا على شفتك بعم ولا بخال. حسين حتى بساحه الفزعه وعليك كنت تنصحهم ولا تغلط محال. الله الله حاشا لابو عبد الله. نعم. قبل الاكبر يحترم عباس كان، ومن رخصتك قال له من قبل النزال. وحتى بالفزعه قبل كان احترام، ما يهد عباس الا حسين قال. وكان يترخص قبل من الحسين. ايش كبر ابو فاضل ايش كبر ويرد لو سمح كلمه تعال. وهسه كل شيء تغير وصار الكبير ما له كلمه ويفزع بسد الجهات. الله الله. الناس خربت والوقت ما له احترام، وصاير الما يحترم ننطي مجال. وما فهمنا بطيحته ايش راد الحسين. نعم. بس فهمنا شلون نلطم والطبال. حسين فكره وثوره مو دق الصدور. حسين آية ونزل من رب الجلال، صار ما ادري كم قرن نلطم عليه وما عرفنا ايش راد بس كلمه قتال. هي هاي السالفه اللي خلتنا نقول حسين شنو احنا وتيتم لك عيال. الله الله.